مساء الخير. بيبعت لي كتير نمتحن ايلتس ولا نمتحن توفل. First of all محتاج تبقى عارف انت اصلا do you have the choice or not. يعني في اصلا اماكن ما بتبقاش سامحة غير بامتحان واحد بس وبيبقوا طالبين سكور معين ففي الاماكن دي انت ما تقدرش انك تمتحن التاني، فخلاص you have no choice unless بقى ان انت عندك ال two choices بقى there is a big difference يعني between both of them في الفورمات يعني at least. فمحتاج تبقى عارف ده شكله عامل ازاي وده شكله عامل ازاي علشان تختار الأنسب بالنسبة لك. خلينا نشوف كده شوية general information عن التست. مبدئيا التوفل عادة بيبقى مطلوب في كندا وأمريكا، الآيلتس بيبقى مطلوب في أستراليا واليو كي ويوروب. مش general rule يعني، بس generally speaking يعني. التوفل only academic. الايلتس في منه جنرال وفي منه اكاديميك، فطبعا لو انت مقدم على هجرة بتبقى المطلوب منك جنرال، لو انت طالب على منحة للجامعة او كده بيبقى المطلوب منك الاكاديميك. التوفل بيبقى 4 hours long. اوكي. الايلتس بيبقى ساعتين و45 دقيقة بالسبيكينج. الاتنين standardized بمعنى ان هما الاتنين واحد في العالم كله. alright الامتحان. الاتنين سعرهم في المرة حوالي بين 150 ل 250 دولار، فطبعا بسعر الدولار دلوقتي محتاج تبقى رايح مستعد. حاجة بس حابة أقولها إن الآيلتس أو التوفل مش بيمتحنوا الطالب المبتدئ، يعني أنت لازم عشان تروح أي منحة مثلا أو أي حاجة تبقى جايب على الأقل 7. ف7 ده is upper intermediate، يعني حاجة كويسة، مثلا اللي هو level 10 مثلا out of 14. فلو انت الانجليش بتاعك ضعيف لا يبقى محتاج تشتغل على الانجليش الاول بتاعك قبل ما تروح تمتحن وتبقى disappointed وتبقى ضيعت فلوس وكده. تمام. both of them الايلتس والتوفل بيتستوا الفور سكيلز بتوع اللانجوج اللي هم listening and speaking and reading and writing. تمام. السكور بتاع التوفل من 120 كل سكشن من اللي احنا قلناهم دول out of 30. الايلتس بيبقى كل سكشن out of 9 وفي average السكور في الاخر بيبقى out of 9. التوفل بيطلع within 10 days السكور النتيجة. الايلتس بيطلع within 13 days. التوفل من اوله لاخره ل4 ساعات. تمام. ما عدا السبيكينج طبعا بتمتحن MCQ only which is multiple choice questions، اختيارات. الايلتس في كل انواع الاسئله اللي ممكن تخطر على بالك. 32 ازاي بس. التوفل والايلتس الجريد بتاعتهم او السكور بتاعهم بيكسباير within 2 years، بمعنى ان انت لو امتحنت مثلا في ديسمبر 2016 اخرك تقدر تقدم على اي حاجة بنفس السكور ده في ديسمبر 2018 which is actually very good، لان اللانجوج بتختلف كل شهرين يعني بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، فان هم بيسيبوا لحد سنتين ده حاجة كويسة جدا يعني. طيب نشوف كده السبيكينج. alright. طيب بالنسبة للسبيكينج التوفل فيه 6 questions. alright. بتتكلم 20 دقيقة مع البي سي. ده الفرق في السبيكينج بين التوفل والايلتس. في الايلتس you're talking to a real person. فانت ممكن تبقى شايف ملامحه، فاهم الامباكت بتاع كلامك عليه. ممكن تخليه يعيد تاني، ممكن تخليه مثلا تقوله انك مش فاهم كده. انما التوفل هو انت قاعد بتكلم البي سي، بتسمع السؤال من البي سي وترد على البي سي. فلو انت بتتوتر من ان انت تتكلم مع حد في امتحان خلاص خليك في التوفل، انما لو انت لا مش حابب انك تقعد تكلم البي سي كده وعايز تكلم حد يبقى خليك في الايلتس. التوفل 6 questions 20 minutes. تمام. two من questions on familiar topic، يعني مثلا بيتك، شغلك، هواياتك، ولادك، الكلام ده كله. بعد كده بيطلب منك تسمرايز information من التكست، تلخص، تقرا حاجة وتلخصها تقول له التلخيص بتاعها. وبعد كده give your opinion، تدي رأيك في الموضوع. وبعد كده summarize information من a short conversation، بتسمع محادثة وتسمرايز الكلام اللي انت سمعته ده وتقوله
للبي سي. الايلتس بيبقى 3 sections، كل واحد منهم 15 minutes، بتكلم a real person. تمام. زي ما قلنا اول سؤال بيبقى عن familiar subjects، برضو نفس الكلام، حاجات بالنسبه لك عاديه بتتكلم عنها يعني. التوبيك السؤال التاني بيبقى بيديك توبيك ويقول لك تحضر في دماغك يعني، وبعدين تتكلم عن التوبيك دي for 2 minutes. تمام. ف وانت بتحضر للتوبيك دي ميك شور ان انت مركز انت بتقول ايه، لان هو في السؤال لان اول حاجه ان انت هتقعد تتكلم دقيقتين لوحدك محدش يسالك في حاجه، فهو قاعد بيكتب وراك ايه بقى your mistakes، دي number one. number two بيكتب الاسئله اللي هيسالها لك بعد كده، لان السؤال الثالث هو الاسئله عن التوبيك اللي انت اتكلمت عنه والحاجات اللي انت قلتها. تمام. ف you need to be paying attention، مش ان انت تظبط الجرامر بتاعك بس او تبقى بتنطق صح بس، لا تبقى مركز انت اصلا بتقول ايه. right. تمام. بعد كده في use whatever dialect او accent، استخدم اي لهجة انت عايزها. يعني مثلا ما حدش يجي يقول لك اصل انت الانجليزي المصري ده بيئة ولا ما اعرفش ايه، he doesn't care. he doesn't care at all. لو انت المهم ان انت you're fluent، بتتكلم بسرعة الى حد ما، مش بسرعة يعني، بتتكلم وكلير، ان هو انت مش بتهته، مش انا مش عمال اقول لك ايه كده يعني. المهم ان الكلام طالع واضح. coherent يعني الكلام ليه معنى. تمام. و of course correct، يعني تبقى الجرامر في التنس الصح، الفوكاب الكلمة دي استخدامها هنا. ما ينفعش مثلا بدل ما اقول point at people اقول point to in people. الحاجات دي كلها الستراكشر والكلام ده كله بتتحسب عليه. تمام. writing بقى. alright. بالنسبة للرايتنج التوفل انت بتايب on the keyboard. alright. في الايلتس لا، بتكتب على ورقة. alright. بعد كده عندك في التوفل هما two questions. اول حاجة في التوفل بتقرا تكست، يعني مثلا هنقول ان انت بتقرا تكست اللي انا فاكراه كان في تيست عن انواع النحل في حاجة كده، في غابة استوائية باين حاجة كده. فانت بتقرا تكست، وبعد كده بعد ما بتقراه بتسمع ليكتشر لمدة 2 minutes على نفس التوبيك، مش نفس الكلام بس يعني نفس الموضوع يعني. تمام. في ال 2 minutes دول لازم تاخد نوتس، لازم، لان انت بعد كده في السؤال بقى المطلوب منك ايه، تكتب رد قصير، يعني قصير ده باراجراف مثلا لسؤال معين عن اللي انت سمعته. طبعا انت واخد نوتس، فهو لما يسألك حاجة انت لازم تعرف تكتب اجابة وتدعم اجابتك دي بالحاجات اللي انت سمعتها. تمام. السؤال التاني في التوفل about common experiences. مثلا انا لقيت السؤال ده على ويب سايت في امتحان يعني it's better to grow up with siblings than without. انت do you agree or disagree? use specific reasons and examples to develop your essay. في السؤال التاني انت بتكتب essay يعني على الاقل 4 paragraphs، ومفروض يبقى 5 يعني. بس انت هنا مثلا بيقولك انت من الاحسن انك تكبر مع اخوات، ما تبقاش ولد وحيد يعني طفل وحيد. موافق ولا مش موافق؟ وخد قول بقى اسبابك والاكزامبلز في الاساي بتاعك. ده بالنسبه للتوفل. بالنسبه للايلتس هما تو questions برضو. اول question a letter، الجواب. التاني بيبقى short essay on a particular topic، بيديك topic ويقولك اكتب عنها. طيب listening التوفل ساعة، الايلتس نص ساعة. الليسننج بتاع التوفل all academic. تمام. ايه الايلتس have academic و have social، يعني مش كله حاجات اللي هي اكنك بتتفرج على ناشونال جيوغرافيك كده، لا، في الايلتس كمان مثلا حد بيحجز في مطار، حد بيحجز قطر، حد داخل فندق، حد بيطلب في مطعم، الحاجات اللي هي العامة اللي احنا عارفينها يعني. لسه طبعا التوفل زي ما قلنا الامتحان كله MCQ، بتختار بس. الايلتس لا، انت بتسمع وبتجاوب على كل انواع الاسئله. التوفل علشان هو معمول في سياتل في امريكا، فبيستخدموا الستاندرد امريكان اكسنت، يعني شويه على نيويورك كده. بس لو انت if you're familiar with the accent the American accent مش هتلاقي في الموضوع ده مشكله خالص يعني. الايلتس بتسمع كل انواع الاكسنتس. تمام. ايرش، كنديان، استراليان، بريتش، طبعا هتلاقي امريكان اكسنت برضو. تمام. وانت في التوفل بقى في حاجه مهمه جدا،
انت ما بيطلعلكش الاسئله الا لما القطعه تخلص، الا لما القطعه اللي انت بتسمعها تخلص، الاوديو اللي انت بتسمعه يخلص. فوانت بتسمع هتاخد نوتس، كل اللي تقدر تاخده كل اللي تقدر تكتبه اكتبه، لان انت ما بتبقاش عارف السؤال هيجيلك في ايه. ده بالنسبه للتوفل. بالنسبه للايلتس لا، الانسرز الكويستشنز قدامك، you can answer as soon as you pick up what the question is looking for. اوكي، ده كده listening. تمام. بعد كده الريدنج في التوفل ساعة، والريدنج في التوفل بما انه اكاديميك فبتبقى college textbooks level، يعني الامتحان بيبقى جاي من مستوى كتاب طلبة جامعة. alright. في الايلتس it's different، برضه هو ساعة بس it's different. الايلتس اي حاجة مقروءة ممكن تلاقيها في الامتحان، مجلة، حتة من ويب سايت، كتاب، اعلان. alright. مثلا كتالوج عربية، كتالوج خلاط، ممكن تلاقي اي حاجة في الايلتس. alright. دي حاجة كويسة لان انت الماتيريال دي بتشوفها في حياتك العامة. فانت يعني انا مثلا هقعد اقرا احل عن اعلان او كتالوج، ولا اقعد احل مثلا عن انواع الصخور اللي لقوها على القمر؟ مش، لا انا ابص في الاعلان حاجة تبقى يعني انا مخي اوريدي متعود عليها بشوفها يعني. اوكي. دي من انواع الاسئله اللي بتيجي في التوفل. vocabulary meaning، الكلمه مثلا يجيب لك كلمه in bold يقول لك الكلمه دي معناها ايه هنا في ال في القطعه دي. relationship between ideas، يعني مثلا في السطر الاولاني والسطر التاني الكاتب كان قصده ان هو مثلا يناقض ولا يبرر ولا يشرح. فدي كلها برضو بتتسأل فيها، وبرضو بتبقى ايه زي الايلز، ممكن تبقى 3 passages، ممكن تبقى 4 حسب يعني ايه الامتحان المرة دي فيه ايه. أم، بس ده بالنسبة للريدنج. آخر حاجة بقى، انت السكور بتاعك انت مثلا بتبقى جايب في الايلتس مثلا 7، ما بتبقاش عارف ده كام في التوفل. فدي كده السكور كومباريزن. فانت عشان تبقى عارف انت مثلا لو مطلوب منك 7.5 يبقى مطلوب منك كام في التوفل. في بس السؤال دايما بتسأله، ايه الفرق بين التوفل اي بي تي والتوفل بي بي تي؟ التوفل اي بي تي معناها انترنت بيست تيست، يعني كله اونلاين. والتاني بي بي تي ده بيبر بيست تيست، وده بيبقى في الاماكن اللي ما فيهاش انترنت، يعني صحراء قاحلة او بلد يعني غريبة. فلا احنا we don't have this anymore in Egypt I think. يعني انا ما عدتش بسمع خالص عن بي بي تي. ده اللي موجود في مصر كله اللي هو الاي بي تي. my personal opinion، لو انا هروح امتحن انا هروح امتحن ايلتس. انا بحب اتكلم مع الناس، يعني ده شغل يعني، فانا بحب اتكلم مع الناس وما اقدرش اقعد امتحن 4 ساعات. ويعني احب في السبيكينج ابقى شايفه وش الراجل كده، هو في الرياكشن بتاعه ايه للكلام اللي انا بقوله. وبعدين انا ما اقدرش اقعد احل كل حاجه كلها ام سي كيو كده، ليها ادفانتجز وديس ادفانتجز. يعني في الام سي كيو مثلا من الادفانتجز ان انا لو مش عارفه اجابه السؤال ده خالص، انا ممكن اجرب اي واحده في 25% chance انها تطلع صح. صح. انما في الايلتس اللي هو مثلا لو قال لي complete وانا مش عارفه الاجابه، فانا كده لبست. بس فهي بقى بتختلف من شخص لاخر يعني. بس my personal preference would be the IELTS. مريح يعني اكتر. انما في ناس لا، اللي هي ما بتحبش مثلا تتكلم مع حد او بتبقى مرتاحة اكتر وهي لوحدها، فهيبقى التوفل بالنسبة لهم اظرف يعني. بس كده. best of luck، ويا رب اكون جاوبت على كل الاسئلة بتاعتكم. وانا اسفة اني اتأخرت، معلش عن شغل كتير. ولو في اي اسئلة تانية I'd love to hear about it. باي باي.